هو كل ده عشان خاطر انا على نيتي بتعامل معاك بطبيعتي. طب انا هروح فين لو اتطلقت؟ انا ماليش حد غيره. يعني انا من ساعة ما فتحت عينيا على الدنيا فتحتها عليه، وكونت بيك بيتي واسرتي وعيالي، وكنت انت كل حاجة بالنسبة لي. تقولي كده نتطلق؟ وكمان بيقول لي لو عايزة تتطلقي تتنازلي عن كل حاجة، حتى الأولاد كمان تتنازلي عنهم. بقيت مصدومة مصدومة ومش متخيلة اللي كنت بعمل كل حاجة في الدنيا دي عشان بس هو يكون راضي ومبسوط عني يقول لي الكلام ده. ازيكم؟ انا من ساعة ما اتجوزت وجود ما بيطيقش يبص في وشي، لدرجة ان انا لما باجي اتكلم معاه يقول انا مش طايقك ابعد عني. كتير جدا اتكلمت معاه وهو ما بيسمعليش. كتير جدا عارف ان انا بحبه ودايما ببقى ملهوف عليه وبخاف عليه من اي حاجة. قلت له اترميت في حضنه وعيطت. كان بيزقني وبيقول لي يا دي الاسطوانة المشروخة اللي مش هنخلص منها. انا بحبه جدا والله العظيم، يمكن عشان انا طيبه على نياتي كره ليا بيزيد. هو لمح لي بده قبل كده، بس انا مش فارق معايا، لان انا بحب طيبتي، انا بحب اتعامل معاه بطيبتي. هو ايه العيب لما انا اتعامل معاه كده؟ والله انا بحب كل لحظه بيبقى موجود معايا فيها في البيت. لما بقرب منه يفضل يبعد عني، لدرجه لما انا بمسك ايده والله انا بحس ان فعلا قلبي بيبقى مبسوط. لما وجوده في البيت بيبقى باستمرار ليل ونهار، وده اللي بتمناه. بحس اني مش محتاجه اي حاجه تاني من الدنيا، لدرجه ان انا بحب ريحته وهو موجود جنبي، بحب ريحه هدومه، بحب امسك ايده. وهو على طول دايما يقول لي انا مش طايقك. لما جيت واجهته قلت له انت ليه بتكرهني رغم ان انا بحبك وببقى خايفة عليك؟ انا بتمنى بس ان انت تبقى راضي عني، بعمل لك كل اللي يرضيك. لقيته رد عليا رد وصدمني ان انا متخيلتش ان هو يقول لي حاجة زي دي. يقول لي اصلك انا بقرف منك. قلت له انت بتقرف مني؟ اه طبعا انا بقرف منك ومش طايقك ودايما ما بحبش اشوفك قدامي. قلت له طب انا عملت لك ايه؟ ايه اللي انا طلبته مني وانا ما عملتوش؟ راح سايبني وراح ماشي، وقال لي انا زهقت بقى من الاسطوانات اللي ما بنخلصش انا مش منها دي. عارفه. يعني انت تقرف مني ليه؟ ده انا بهتم بيك وبهتم بالنظافة الشخصية وبهتم بالبيت. حتى لو انا مقصرة في حاجة انت ما قول لي وانا اغيرها. دخلت وراه الأوضة وقلت له لا اكمل كلامك معايا قول لي انت ليه بتعمل معايا كده؟ قال لها انا عايش معاكي بس عشان خاطر الاولاد، لكن لو عليا احنا كل واحد مننا يروح لحاله. قالت له كمان عايز تطلقني؟ قال لها وكمان تتنازلي عن كل حاجة وتسيبي الاولاد ما تاخدهمش. اللي انا بستغرب له ان كل اللي بيشوفني من قرايبي او صحابي يقولوا لي انت واخداه على ايه؟ انت جميلة جدا، مع اني بيضة قوي وهو اسمر قوي، ولكني والله بحبه. انا مش عارفة هو بيعمل معايا كده ليه. انا بجد ايه اللي انا مقصرة فيه عشان تعمل معايا كده؟ هو كل ده عشان خاطر انا على نيتي بتعامل معاك بطبيعتي. طب انا هروح فين لو اتطلقت؟ انا ماليش حد غيره. يعني انا من ساعة ما فتحت عينيا على الدنيا فتحتها عليه، وكونت بيك بيتي واسرتي وعيالي، وكنت انت كل حاجة بالنسبة لي. تقولي كده نتطلق؟ وكمان بيقول لي لو عايزة تتطلقي تتنازلي عن كل حاجة، حتى الأولاد كمان تتنازلي عنهم. بقيت مصدومة ومش متخيلة اللي كنت بعمل كل حاجة في الدنيا دي عشان بس هو يكون راضي ومبسوط عني يقول لي الكلام ده. فبعت لحضرتك عشان حضرتك تقولي اتصرف ازاي، لان انا بجد في حيرة ومش عارف افكر ولا اعمل ايه. فاتمنى من كل الناس اللي عندك تساعدني في اللي انا فيه. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا مستغرب لما يكون في واحدة بتحب واحد كل الحب ده وبتخلص له، وكفاية إن هي بتتعامل بطبيعتها يعني. ودي أفضل وأجمل حاجة في الدنيا، إن الشخص لما يتعامل بطبيعته. بصي يا ست الكل، أولا آه، لازم تعملي رقم واحد، إن أنت لازم تبقى عندك ثقة في النفس، إن أنت تكوني واثقة في نفسك وتبطلي تتلهفي عليه. يعني بطلي الحب لان زيادة، طبيعي جدا الشخص لما بيلاقي اهتمام فوق العادي، يعني لما حد بيلاقي حد بيحبه قوي قوي فبيزهق منه قوي.
فلازم يبقى كل حاجة ليها مقدار، يعني حتى الحب اللي انت بتحبيه ما يكونش بزيادة. او ممكن مثلا هقولك ان انت اهتمي بنظافتك الشخصية ونظافة بيتك ونظافة اولادك وعلى الاقل ان انت سيبيه الفترة دي، يعني مش هقولك اهمليه لان ما ينفعش ان انت تهمليه. ولكن خليكي في واثقة في نفسك الاول. حبي نفسك عشان خاطر تبقى انت مؤمنة باللي انت بتعمليه، وما تبقيش خايفة من جزئية ان هو ما بيحبكيش ما بيطيقكيش، لا. سيب الموضوع ده وشيليه خالص من دماغك. اهتمي بنظافتك واهتمي بنظافة البيت واهتمي بنظافة اولادك وسيبيه الفترة دي بس عشان خاطر يعرف قد ايه ان انت كنت عاملة له قيمة، وهو للأسف ما كانش عارف قيمة ده إلا لما مبقاش موجود. ولازم تبقي فاهمة جزئية إن أنت ما فتحتيش عينك غير على الدنيا عليه، ولا أكيد مش لوحدك، يعني أنت عندك أولادك هم رقم واحد في أي بيت بيتكون، يعني دول تقريبا إحنا موجودين في الدنيا عشان خاطر أولاد. والله ما لقيتيش اهتمام من جوزك أكيد هتعوضيه في ولادك وولادك هيعوضهولك. ولكن اللي أنا عايز أقولهولك إن في مقولة كده بتقول معروفة جدا وكل الناس عارفاها: القط بيحب خناقه. فهو ممكن يكون من كتر ما بيحبك فهو بيخنق عليك، ولكن لأ، انت اعملي احتياجاتك العادية جدا اللي هو أكل غسيل شرب، الحاجات كلها، مش الإهمال اللي انت تهمليه تماما، لأ. اهمليه في الاهتمام ان انت خلاص ما تسمعهوش بقى الكلام دوت وان انت تبقي ملهوفة عليه، لأ، تعاملي بطبيعتك جدا وهتلاقيه ان شاء الله اتغير بإذن الله والوضع رجع زي الأول وأحسن ان شاء الله.